معانا النهارده مع واحد من اجدد موبايلات شاومي، وهو الشاومي ريدمي نوت 12 برو بلس 5G. بعيدا بقى عن اسمه الطويل جدا ده، الا ان الصراحه الموبايل ده ممتاز كامكانيه، والموبايل ده برضه من ضمن الموبايلات القليله جدا اللي نزلت مصر. فخلينا بقى كده نشوف ايه حال الشاومي ريدمي نوت 12 برو بلس 5G بالنسبه للمنافسين بتوعه. انا في الفيديو ده مش هقعد اقول بقى شاومي ريدمي نوت 12 برو بلس 5G وهنختصرها باي حاجه، وليكن مثلا النوت 12 برو، لان الصراحه الاسم ده اوفر جدا. فانت كالعاده هتبقى طالع من الفيديو ده عارف كل حاجه عن الموبايل، التصميم والشاشه والاداء والكاميرات والبطاريه وكل حاجه، وهتبقى برضو عارف حال الموبايل ده بالنسبه للمنافسين بتوعه. فمن الاخر كده انا عايزك دلوقتي تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتاكد ان انت مفعله على الكل. وبس كده، خلينا نبدا في الفيديو على طول. خلينا كده نبدا على طول بتصميم الموبايل. والموبايل هنا جاي بظهر من الازاز، حاجه كده لا هي لامعه قوي ولا هي مطفيه قوي، يا دوب كده بيبان عليه انعكاسات الضوء. بصراحه شكله جامد جدا مع اللون بقى هنا السماوي ده، مع هنا بقى فريم من البلاستيك. وهنا انت عندك نافذه الكاميرات واخده نفس لون الموبايل، ولكن الفرق هنا ان نافذه الكاميرات مصنفره، ما هياش لامعه زي الموبايل، وبصراحه مديها شكل فخم جدا. من الاخر يعني انت بتاخد اعلى موبايل في فئه النوت، واللي دايما شاومي بتبدع في تصميمه. ملاحظين الحوار ده بقى من ايام النوت 9 برو مثلا، او النوت 10 برو، او النوت 11 برو بلس 5G. شاومي دايما بتهتم بتصميم اعلى موبايل في فئه النوت عندها. هنا الصراحه الموبايل شيك جدا، بالاضافه لوزن تقيل حبتين ثلاثه. تتكلم هنا في موبايل 210 جرام، حرفيا كل المنافسين مثلا 190 180، ما شفناش موبايل بيعدي ال 205 جرام. وبالمناسبه ال 205 جرام ده اصلا كان بيبقى من شاومي نفسها. هنا المره دي شاومي علت على نفسها وادتك موبايل 210 جرام. فانت الصراحه لو بتحب بقى مسكه الموبايلات التقيله وكده، الموبايل ده هيعجبك جدا في المسكه. اما لو انت بتحب بقى تبقى ماسك موبايل خفيف مثلا 180 جرام ولا حاجه، هيتعبك شويه، ولكن انت هتتعود عليه، وخصوصا برده مع الكيرفات اللي في الظهر بتسهل المسكه نوعا ما. هنا تخانه الموبايل ده 8.9 مللي، تخين برضو الصراحه زياده عن اللزوم. افتكر ان الريلمي 10 برو بلس كان 7.8 مللي، وجاي بنفس حجم البطاريه برضو. هنا الصراحه الموبايل ده تقيل وتخين، مش اي حد يقدر ان هو يتعود على مسكته صراحه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن تصميم الشاومي ريدمي نوت 12 برو. بالنسبه هنا بقى للواجهه الاماميه، الشاشه بتاعه الموبايل، فانت هنا معاك شاشه خرافيه. الشاشه هنا هي 6.6 انش، شاشه هنا هي فول اتش دي، شاشه اموليد توصل هنا لحد 120 هرتز. بالاضافه هنا جاي عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس 5، وبتدعم الدولبي فيجن. دي الصراحه بتعزز الالوان وتخليها جامده جدا. مع بقى هنا سطوع الشاشه بيوصل لحد 900 نتس. بصراحه الشاشه دي ممتازه، حواف هنا قليله من فوق ومن تحت، هتستمتع هنا بالوان الشاشه، بالكواليتي بتاعت الشاشه. بالاضافه كمان هنا ان الموبايل جاي بصوت ستيريو، فانت هنا تجربه مشاهده جامده جدا مع حواف قليله وصوت ستيريو بيحوطك من الجنبين. حاجه الصراحه حلوه قوي وهتعجبك. بس بعيدا عن الشاشه بقى وكده، هل انت عملت لايك ولا لا؟ صدقني اللايك بيفرق معايا جدا، خصوصا اصلا ان احنا لسه راجعين من فتره السترايك اسبوعين، فالريتش بقى واقع والدنيا واقعه عندنا خالص. فيا ريت يعني كده لو الفيديو عجبك لحد دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناه. خلينا بقى دلوقتي ننتقل الى نقطه الاداء، وهنا بقى استسمحني في شويه كلام كده. المعالج اللي موجود في الموبايل ده هو الميديا تك دايمنسيتي 1080، نفس المعالج اللي كان موجود في الريلمي 10 برو بلس، على الرغم من ان اصلا الريلمي ارخص شويه. المعالج ده بالنسبه للسناب دراجون 778 فهو تقريبا اقل منه شويه، لكن مش دي المشكله بقى دلوقتي. المشكله ان شاومي نفسها عندها موبايلات بنفس السعر ده بمعالج اعلى بكتير، معالج يكتسح ال 1080 ده اصلا. عندها مثلا البوكو اف 4 جايب السناب دراجون 870، عندها ارخص برده شويه حلوين كمان البوكو اف 3 بالسناب دراجون 870 برده. فالفكره هنا بقى ان انت هتلاقي عند النوت 12 برو حاجات مش موجوده في البوكو اف 4، وهتلاقي برده حاجات في البوكو اف 4 مش موجوده في النوت 12 برو. بنتكلم هنا على سبيل المثال مثلا ان البوكو اف 4 المعالج بتاعه اعلى بكتير، ولكن على الجانب الاخر سرعه الشحن في البوكو اف 4 مش زي النوت 12 برو، ولا حتى اداء الكاميرات في النوت 12 برو بصراحه احسن كتير، على الرغم ان هما في نفس السعر. فانت هنا هتلاقي حاجات موجوده هنا مش موجوده هنا، وده الصح اصلا علشان شاومي تعرف انها تحيرك. انت مثلا عايز موبايل للالعاب، روح للبوكو اف 4. طب عايز بقى موبايل بيديك كاميرات مثلا وسرعه شحن ومش عارف ايه، ساعتها هتتجه طبعا على النوت 12 برو. فانت هنا معاك معالج مش هو الاقوى خالص في فئته السعريه. عندك مثلا السناب دراجون 778 اللي موجود في موبايل زي ريلمي جي تي ماستر اديشن، اللي ارخص منه حبه حلوين، ولكن برضه نفس الفكره، هتلاقي حاجات في النوت 12 برو مش موجوده اطلاقا في اي موبايل تاني في نفس الفئه دي من شاومي بقى ومن اي شركه تانيه. فهنا انت مع المي يو اي 14 هتاخد اداء الصراحه مستقر، اداء كويس، فتح وقفل البرامج، مش هتقابل بقى البجات بتاعه شاومي في الواجهه بتاعتها وكده، وهتلعب هنا ببجي على اتش دي ار وفريم ريت الترا، او على سموز وفريم ريت اكستريم، ودي نفس الاعدادات اللي موجوده في الفئه دي. ولكن ما زلت عند رايي لو انت حابب ان انت تاخد موبايل للالعاب اتجه للبوكو اف 4 على طول. هنا انت عندك سرعه التخزين هي اليو اف اس 2.2، وبرده ما زلنا في الفئه السعريه دي ما فيش اعلى من 2.2. عندك بقى فئه ال 1450 او 1500 درهم كده هتبدا تلاقي بقى اليو اف اس 3.1. ال 3.1 هتبدا تلاقيها من اول البوكو اف 4 على فكره، بتخلي بقى فتح وقفل برامج اسرع، نقل الملفات جوه الموبايل اسرع. الموبايل ده كمان موجود فيه تبريد مائي، الموبايل ده صعب ان هو يسخن، ولو سخن هيبقى دافي بس اللي هو مش سخن قوي يعني. كمان الموبايل ده بيدعم الموتور فايبريشن. ببساطه كده عشان تبقى فاهم الموضوع، فالموتور فايبريشن بيديك حاجه زي هزه كده في ظهر الموبايل، ولكن ده بيبقى موتور فايبريشن فعلا جوه الموبايل، مش بيبقى صوت اهتزاز بس جاي من الموبايل. فبالتالي انت تحس بنقره حقيقيه جوه
الموبايل، حاجه كده بترد على اللمسه بتاعتك، بتبقى حاجه خفيفه كده ولكن الصراحه بتبقى حلوه قوي، بتديك احساس كده ان انت معاك حاجه مصروف عليها. الموبايل ده بيلعب بصمه في زرار الباور، الصراحه هي كويسه. الانيميشن بتاعها يعني بيطول سنه ولكن الصراحه البصمه نفسها كويسه جدا. بالاضافه هنا بقى لسنسور بروكسيميتي، الهاردوير اللي موجود في الموبايل، فانت هنا الحمد لله الموبايل هيقفل على ودنك اول ما تقربه في المكالمات. ننتقل بقى دلوقتي لجزئيه الكاميرات، واحده من اكتر الحاجات اللي شاومي بتماركت بيها الموبايل ده، وده باين جدا في كل البوستات اللي شاومي نزلتها عن الموبايل ده. هتلاقي كلمه 200 ميجا بكسل كده وجنبها او اي اس كبيره قوي في الصوره بتاعه البوستر بتاعه، فهم هنا بيماركتوا جامد للكاميرا بتاعه الموبايل. وهنا الصراحه انت بتاخد هنا صور خرافيه من حيث هنا الالوان والدايناميك رينج وتفاصيل كتير هنا في الصوره. كمان مثبت البصر الصراحه هيساعدك جدا في التصوير وهيخليك تلتقط صور احسن بالليل، وده فعلا اللي حصل هنا. الصور بالليل الصراحه جامده جدا. عندك تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه 4K 30 فريم او 1080 60 فريم، تقدر تصور سلو موشن لحد 960 فريم. بالنسبه هنا للكاميرا السيلفي فهي 16 ميجا بكسل والصراحه بتديك صور كويسه جدا. تفاصيل الوش هنا الصراحه ممتازه، كمان هتصور بيه 1080 60 فريم في الثانيه. نيجي بقى لبطاريه الموبايل ده بطاريته 5000 ملي امبير، البطاريه تقعد معاك تقريبا 8 9 ساعات شاشه مفتوحه. مع هنا الشاحن الصاروخي ال 120 واط اللي موجود في العلبه، هنا انت الصراحه هتاخد تجربه شحن مش موجوده في الفئه السعريه دي خالص، لا موجوده بقى في البوكو اف 4 ولا في اي موبايل. عايز اقول لك ان السامسونج اي 54 تقريبا اللي هو اغلى منه شويه جايب شاحن 25 واط. طب يا ريته موجود في العلبه، ده مش موجود اصلا، لا موجود شاحن ولا جريب ولا اي حاجه خالص. هنا الموبايل ده موجود معاه كل حاجه، حتى الشاحن 120 واط وكابل الشحن كل حاجه موجود. الشاحن ده بيشحنك تقريبا الموبايل من 0 ل 100% في ثلث ساعه، يعني مش بقول لك تديله زقه مثلا 50%، انت هنا هتشحنه 100%، بمعنى ان لو الموبايل فاصل منك في اخر ساعتين 3 في اليوم تحطه بس 10 دقائق هيبقى 50%، او تكمله ثلث ساعه بقى ويكمل معاك بقيه اليوم اللي بعده. بطاريه صراحه خرافيه. الموبايل ده بيدعم 5G طبعا والواي فاي 6، حاجات مش مهمه ليك لو انت في مصر يعني. بالاضافه هنا الموبايل جاي فيه مدخل 3.5 مللي، المدخل ده انقرض حرفيا من كل الموبايلات، سواء بقى غالي رخيص ما بقاش موجود خالص، الا ان شاومي ما زالت محافظه عليه في فئه النور. عندك هنا طبعا الاي ار سنسور، بالاضافه لصوت الاستيريو المدعوم كمان بالدولبي اتموس، حاجات كده ما فيش شركه بتعملها الا شاومي الصراحه. ستيريو سبيكر مع مدخل السماعات مع كمان اي ار سنسور، تقدر تتحكم بقى فيه في التلفزيون مثلا، في التكييف، في اي حاجه كانه ريموت يعني. هنا بقى انت معاك كل حاجه في العلبه حرفيا، معاك الموبايل، معاك دبوس السيم كارد، معاك الجراب، معاك الشاحن 120 واط، بالاضافه للسكرينه متركبه على الموبايل. كل حاجه موجوده هنا، على عكس سامسونج ما فيهاش الا الموبايل ودبوس سيم كارد وسلك يو اس بي بس، حتى في ارخص موبايلاتها كمان. وصلنا بقى دلوقتي لسعر الموبايل ده. الموبايل ده جايب نسخه وحيده هي ال 256 8، نزلت مصر رسمي ب 16000 جنيه. اتكلمنا عن الموضوع ده بقى في الفيديو اللي فات بتاع 12 سي، ولكن لو جيت تبص ان النوت 10 برو تقريبا اللي هو الموديل اللي قبل ده نزل بقى قبل التعويمات والازمات دي كلها ب 6000 جنيه تقريبا. والغريب بقى ان النوت 12 العادي نازل ب 6000 جنيه. النوت 12 هنا خد سعر البرو، سعر الموبايل ده في الامارات تقريبا 1300 درهم 1250. وضعه بقى بالنسبه للمنافسين اللي في مصر تقريبا انا ما اعرفش اي موبايل في الفئه دي، لان الفئه دي نادرا ما ينزل فيها موبايل. الفئه دي كان فيها في شهر 12 او 11 اللي فات الشاومي 12 تي، موبايل الصراحه احسن بكتير من الموبايل ده، هو اصلا فئه اعلى منه، ولكن ال 12 تي اصلا كان نازل والدولار ب 24، كان نازل ساعتها ب 15000 جنيه، ولكن دلوقتي ال 12 تي تقريبا شبه اختفى من السوق المصري، ما كملش 4 شهور واختفى اصلا. فدلوقتي خيارك الوحيد هنا في مصر هو النوت 12 برو. عندك هنا الريلمي 10 برو بلس بتقريبا 15000 جنيه ضمان دولي. موبايل الصراحه كويس جدا ولكنه طبعا اقل من 12 برو، اقل من الكاميرات برده، مفيش مثبت بصري، صوت الاستيريو صراحه في الشاومي احسن، سرعه شحن الشاومي اعلى كمان، من الاخر يتفوق عليه بنقطه الكاميرات ومن نقطه الشحن السريع، صوت الاستيريو الاحسن. عندك برده الاي 54 ولكن ده يتفقد تماما لكل محتويات العلبه، بالاضافه اصلا ان هو لسه نازل عالميا من شهر مثلا ولا حاجه، فصعب ان انت تلاقيه في مصر بسعر كويس، هتلاقيه اغلى منهم هما الاثنين، ولكن سعره بره مصر فهو تقريبا مساوي لل 12 برو، والفروقات بينهم الصراحه قليله قوي. لو حابين بقى نعمل مقارنه ما بين الموبايلين سامسونج اي 54 والنوت 12 برو فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، لو لقيت عدد كبير بقى طالب ان احنا نعمل المقارنه دي فهعملها ان شاء الله قريب جدا. وبس كده كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده، وهسيب لك بقى تحت لينكات شراء الموبايل ده من مصر ومن الامارات من على امازون، مع العلم ان هو سعره على امازون تقريبا نفس السعر الرسمي اللي نازل بيه مصر. وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.